There is only one عبد الرحمن. ايه رأيكم في نصيحة جريليش؟ ايه رأيكم في نصيحة جريليش للي كمل الحلقة؟ طب ايه رأيكم بقى لما اتأكدت من هالاند لما موجود، وانا قلت لكم في حلقة الاصابات والمؤتمرات، قلت لكم هالاند جاهز وهيلعب اساسي، لقيت ناس قاعدة عمالة تجادل وتقول لي مش هيلعب، ده جوارديولا بيضحك علينا، مع ان جوارديولا يعني حرفيا قال الكلام صراحة وبالفعل ما عملش اي خوازيق في الماتش ونزل بالتشكيل يعني المتوقع واللي اي حد كان متوقعه، وانا شخصيا كنت متوقعه. والحمد لله انا كابتنت هالاند. يعني الناس بقى اللي ما كابتنتوش انزلوا صيحوا عندي في الكومنتات، اظبطوني اللايكات، عشان على قد لايكاتكم دي انا بقعد اظبطكم، انتوا بتدوني اللايكات انا بديكم نقط. ويعني بشكركم جدا 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 ان في اخر كام فيديو كده الدنيا ظبطت. عايزين نستمر كده يا شباب، 50 لايك 50 لايك كده ماشي، ما نقلش عن ال 50 لايك. نبدأ كده بأول ماتش، أول ماتش حزين حرفيا، يعني ماتش حزين. لوك شو العرة، يعني الماتش اللي فات يطلعوا كلين ما يلعبش، الماتش ده يطلعوا كلين ما يلعبش. هو هيفضلوا يطلعوا كلين وهو ما بيلعبش، أول ما هيرجع مش هيشموا ريحة الكلين. نتكلم بقى في النقطة الحزينة. قبل الحزن نتكلم بس على إن أنا قلت في الحلقة اللي فاتت، بس الناس ما بتركزش في الكلام. أنا قلت راشفورد، راشفورد بيلعب على اصابه، بيلعب على اصابه. تمام. قلت لكم بيلعب على اصابه، وقلت لكم ان هو اصلا مستواه نزل كده شويه وضغط على نفسه ومش مركز اساسا في اللعب اصلا. فانا يعني انا قلته في اختيارات في اختيارات الكابتنه، وتمام هو عمل اسيست، مش حاجه سيئه قوي برضو. بس انا قلت لكم هو مش مظبوط، وبالفعل اتصاب في الماتش، واتصاب اصابه جامده. وقبل الاصابه ضيع 3 4 انفرادات. هو حرفيا حتى من غير الاصابه هو اداؤه وحش، ومش اداؤه وحش عشان هو وحش، هو اداؤه وحش عشان انا قلت لكم ان هو بيلعب على اصابه. يعني اسمعوا الكلام، اسمعوا الكلام بقى، اسمعوا الكلام بقى وركزوا فيه. انا كلامي كله حكم، ده انا بتوقع لكم الاصابات كمان مش بتوقع لكم النقط. خرج للاسف النهارده مصاب، ربنا يشفيه، بس للاسف للاسف غالبا غالبا اصابته هتطول، يعني اقل واجب ممكن تبقى شهر. يعني ممكن كمان يضيع الدبل اللي هيبقى عنده في ال 34 يعني. فللاسف سيبكم من ده، اللي معاه دي خيا، اللي معاه ليساندرو مارتينيز طلعوا كلين زي الفل. قلت لكم برونو فرنانديز، انا نصحت حتى ناس كتير من اللي بيكلموني على صفحتي، الناس يعني اللي ما تعرفش عندي صفحة على الفيس يعني مهم. كانوا بيسألوني يقولوا لي نمشي برونو ونجيب جريليش، وانا قلت لهم جيبوا جريليش مكان برونو. برونو اهو. برونو على فكرة حلو جدا، بيصنع فرص كتير جدا، وعلى فكرة النهارده في 3 اجوان ضاعوا اسيستات منه. بس هو عارفين بقى بيلعب خط وسط متاخر، حتى مش صانع العاب. فيعني انا يعني مش هقعد يعني اموت نفسي على لاعب هيلعب لي سي دي ام ورا، عشان في الاخر لو حد مثلا تكرم وجاب جون دلوقتي بعد اصابه راشفورد ده، اصلا ما فيش اي حد هيترجم له الفرص دي الاجوان. فيعني يونايتد داخله في سكه وحشه، يعني لوك شو وراشفورد المصابين. انا مش عارف مين اللعيبه اللي هنجيبهم بعدين، ده اللعيبه كلها عرر اصلا اللي في يونايتد، يعني لعيبه فانتازيين وحشين جدا، والفرقه مستواها هينزل الفتره الجايه. استون فيلا ونوتنجهام فورست. استون فيلا مينجز ابن الناس المحترمه، الواد ده يعني بجد ارجل من صحابي يا جدعان، والله الواد ده رجوله، رجوله. انا بجيبه كده وانا مطمن. وقلت لكم مارتينيز، ايه رايكم في اختيار مارتينيز؟ قلت لكم هاتوه في الوايلد كارد من الجوله اللي فاتت، او الجوله اللي قبليها كمان، الجوله اللي قبليها. عمل كلين واسيست الماتش اللي فات، كلين الماتش ده يطلع كلين وهياخد بونص. او ممكن ما ياخدش بونص، بس عموما حتى لو ما خدش بونص عظمه. يجي في الاخر في اخر دقيقه خالص واتكنز اللي انا كنت ناصح بيه في الكابتنه كاختيار ريسك، الحمد لله يجيب الجون، بس يروح قلع لي التيشيرت. يا فرحتي بامك، يا فرحتي بامك يا واتكنز. الناس اللي مكابتناه زمانهم بيلطموا، بس برضه ما تزعلوش، هو كده خمسة ومعاه نقطتين بقى سبعة، يعني 14 نقطة، مش وحشين، مش وحشين. ما تقارنش نفسك بهالاند يا اسطى، ما تقارنش نفسك بهالاند يا اسطى، احنا هنجيله بعدين دلوقتي. برينتفورد ونيوكاسل، وتوني ضيع اول ضربة جزاء في حياته، فرحت جدا، وضيع وجاب جون وما اتحسبش. انا كنت فرحان فيه جدا. هو جاب جون بعدين ضربة جزاء برضه، أنا مش عارف اللي هو الحكم حرفيا بيتحايل عليهم ان هم يجيبوا جون، بيتحايل على توني ان هو يجيب، تحس ان هو بكابتن توني.
المهم توني جاب الجون، ويعني الحمد لله ما خدش اول مره في حياته مش هياخد بونص. انا مش مصدق نفسي حرفيا يعني. توني ده لازم ياخد بونص حتى لو عامل اسيست، يعني عارف حاجه صعبه والله العظيم. نيوكاسل جابوا الاجوان، ايزاك جاب جون، ويلسون عمل اسيست. بس بجد يا جماعه انا بنصحكم بجد تبعدوا عن ايزاك وويلسون والحوارات دي، عشان انت كل ماتش هتلاقي واحد بيلعب واحد دكه، وانت مش ضامن كل مره اللي هيقعد دكه هينزل يجيب جون. هي مش يعني مش هتفضل ماشيه كده. فالسكه دي ابعد عنها. الاتنين مهاجمين كويسين جدا، بس انا ماتش ده هيلعب ماتش ده هيلعب. هو قال ممكن العب الاتنين، بس انت بقى اقعد بقى كل ماتش على اعصابك واستنى بقى مين هيلعب ومين مش هيلعب. اكتر ماتش حرق دمي بقى فولهام وويست هام. اولا انا نصحتك بدفاع ويست هام، واوعى تنسى، اوعى تنسى، عشان في ناس قالت لي يا عم ويست هام يا عم بتصارع على الهبوط، وعلى فكره هم فعلا فرقه سيئه جدا وممكن يهبطوا. بس انا قلت لك دفاعهم حلو. ده بس هو عمل الصراحه، عمل خزعبليات في الدفاع الصراحه. ده ما لعبش ايميرسون النهارده، ايميرسون ده ما عادش دكه من مثلا من ساعة الرجوع من كأس العالم. مش عارف انا ايه اللي حصل يعني. المهم وهو مش مصاب ولا في حاجة. المهم اللي يحرق الدم بقى ان انا لعبت بلينو، ولينو عمل ماتش كويس، صد 5 كور. المصيبة بقى اللي تغيظ ان الجون اللي يدخل فيه جون اون جول. يعني الماتش كان ممكن بكل سهولة ينتهي 0-0 حبايب، وانا معايا لينو واللي معاه دفاع من ويست هام ونبقى حبايب كلنا. بس حاجة تحرق الدم. الله يحرق ريد، المدافع اسمه ريد ده، يا رب ربنا ياخده، ربنا ياخده ويريحنا منه. حاجه مستفزه. كان زمانه، كان زمان لينو دلوقتي يعني واخد له 7 8 نقط وبونص وحاجات حلوه، بس يعني حاجه صعبه. ليستر وبورنموث، بصوا يا جماعه بجد والله العظيم، يعني بصوا لعبه ليستر دي بيعها يعني بيعها بسالب 4 8 12. اي لاعب عندك من ليستر، مش عايز اشوف حد عنده لاعب من ليستر. لا تقول لي ماديسون العره، ولا تقول لي بارنز خرج مصاب للاسف. بارنز الوحيد اللي بيلعب في الفرقه دي. ماديسون بقى وحش قوي يعني، اخر ماتشين سيء جدا، والماتش بتاع النهارده هو اللي عامل اسيست بورنموث اساسا. والفرقه كلها في ملط يعني. ده انا عايز افاجئك واقول لك ان ايفرسون هو الحسنه الوحيده في الفرقه دي. يعني الفرقه دي سيئه جدا، مركز قبل الاخير. وبورنموث انا اول مره اشوف بورنموث بتلعب كوره بالامتاع ده قدام فرقه. ليستر كل ماتش اسوأ من اللي قبليه، فرقه ملط وفرقه سيئه جدا. بيع الفرقه دي، بيع الفرقه دي، فرقه تقرف والله العظيم. الفرقه دي ان شاء الله الماتش الجاي انا لازم اجيب لعيبه كتير من السيتي قدامها. الفرقه دي يعني لقطه لقطه. دي اسوأ من الملط دي تكبير من الفرقه دي والله. توتنهام وبرايتون، الحمد لله كنت ماسك ايدي على قلبي من ميتوما عامل ماتش ما فيش اعظم من كده، جايب جون واتلغى، وكان في جون، كان في ضربة جزاء بس ما اتحسبتش الحمد لله. هي بصراحة ما كنتش شايفها ضربة جزاء. المهم كين العظمة، يعني هو ما جاتلوش غير فرصتين جاب جون. عظمه. سون جاب جون عالمي، وانا قلت لكم من جولتين، قلت لكم انا حاسس ان سون خلاص بيقول ان هو راجع، خلاص بيبدأ. هو لسه ما جابش الفورمه بتاعته، بس خلاص بدأ يرجع واحده واحده. آه الدفاع بيدرو بورو اللي انا نصحت بيه، خد بالك بيدرو بورو ده كان النهارده هيجيب جونين. بجد من اول الجوله الجايه ابدأ فكر انك تجيبه. الواد ده اختيار ممتاز جدا بجد يعني. وولفرهامبتون وتشيلسي بصوا، اسوأ تبديلة عملتها في الموسم كله هو شيلويل ده. ده حرفيا انا مش عايز اشتم شتيمة قبيحة، بس هو يقرب للاسد. انتوا عارفين بقى يقرب ايه للاسد. صفر يجيب صفر، صفر في 4 5 جولات جايب صفر 3 مرات تقريبا. يعني ربنا ياخدك يا شيلويل، انا بجد والله انا استاهل. انا لو جبت حد من تشيلسي تاني انا استاهل، انا استاهل والله. انا مش هجيب حد من الفرقه دي. في فرق كده انت لازم تبيع لعيبه منهم حتى لو بسالب 50، والسالب ده هيكون يعني سالب مكسب مش سالب خساره. زي لعيبه تشيلسي كده، دي لازم تعمل فيهم سالب. لعيبه ليستر لازم تعمل فيهم سالب. اللعيبه دي لازم يعني ما ينفعش معاها بجد غير كده. وولفرهامبتون حتى مالط يعني بيطلعوا كمان بكلين شيت، يعني حاجه ضحك. سيتي ضد ساوثهامبتون، سيتي هالاند بص الجمال، بص الجمال بتاع هالاند. هالاند ودي بروين مزاج. دي بروين النهارده ضاع عليه 4 5 6 اسيستات. حرفيا دي بروين النهارده كان ممكن يعمل رقم قياسي في الماتش ده لوحده.
جوارديولا الحنيوك، يعني يا عم كنت تسيبه 5 دقايق كمان كان زمانه شاط ضربة الجزاء وطلع بهاتريك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا جوارديولا، والله حسبي الله ونعم الوكيل. بس هالاند ما خذلنيش، ما ضيعش اي فرص، هو فرصتين بجونين وجون عالمي، عشان الناس بس الهجاصه بتاعت بيجيب المخشرات دول بيصبروا نفسهم، عشان ايه هما هيموتوا ويبقى عندهم لاعب زي ده بس ما عندهمش، فبيقعدوا بس ايه يحقدوا عليه بس مش اكتر. فالحمد لله الجولة يعني رغم انها سيئة جدا بس الحمد لله. قبل ما انهي، ساوثهامبتون جاب جون وانا قلت لكم الحارس الملط هو ايدرسون ده ملط، هي كرة واحدة تجيله كل ماتش لازم تدخل فيه، فهو انا ما بحبش اجيب دفاع من الفرقة دي مش عشان دفاعهم سيء على قد ما فيه بيلعبوا بجون فاضي ورا، فيعني لا. بس كده يا شباب الجولة دي كانت سيئة على كل الناس اعتقد. انا هنزل فيديو تشكيلتي، الحمد لله جبت 61 نقطة كويسين مش وحشين، فاضل لي ساكا بس. اللي جبتوا كام نقطة قولوا لي بقى في الكومنتات تحت، واللي ما كابتنش هالاند يسيح تحت، اللي كابتنه يعني يضم جنب اخوه بقى ونفرح بقى مع بعض. ظبطوا لي لايكات كتير يا شباب لو عايزين نستمر معاكم، 50 لايك، اشوفكم على خير.